السلام عليكم على احلى مشاهدين. هنعمل مع بعض النهارده الليمون اللي هو بالعصفر وحبة البركة. هنعمله بطريقة سهلة جدا ان شاء الله يعجبكم. طبعا ده موسم الليمون بقى، الليمون رخيص قوي قوي في السوق، فممكن نجيب بقى 2 كيلو او 3 كيلو وتعمليهم على بعضيهم. تمام، وهقولك المعيارات المظبوطة كلها والملح المظبوط. معايا هنا اول حاجة حوالي 2 كيلو 3 كيلو ليمون زي ما انت هتعملي. تمام، ببدأ ان انا اغسله كويس واحط له ميه واحطه على النار. اول ما الميه تبدأ تغلي عليه بسيب الميه تغلي عليه لمدة دقيقتين او 3 وبطفي عليه النار. انا ما بحبش اهريه او احطه كتير على النار، هو بس لمدة دقيقتين 3 بالكتير، وبعد كده بطفي عليه النار وبسيبه في الميه السخنة لحد ما الميه تدفى شوية. بعد ما المية السخنة تبرد شوية ببدأ ان انا اكب المية واغيرها. ومعايا هنا مية بقى بغسله لمدة 3 ايام. كل 6 ساعات او كل 4 ساعات بتغسليه وتغيري له المية لمدة 3 ايام او 4 ايام. تمام، ما تقليش عن 3 ايام. ليه احنا بنحطه في الميه كل 3 ايام؟ عشان المراره اللي فيه تنزل. معايا هنا بقى معلقتين ملح، معلقتين حبه بركه، معلقتين عصفر. هقلبهم مع بعض. لو حابه تحطي شطه ممكن نحط نص معلقه شطه، بس انا مش هستخدم شطه. تمام، حطيت من كل حاجه معلقتين وببدا ان انا هحشي بيه الليمون. ولما بخلص الكميه دي بحط كميه تاني، يعني انا ما بحبش اعمل كميه كبيره عشان ما يفضش معايا. انا هنا عملت كميه وهحتاج كميه تاني، عملت كميه تاني زي دول برضو. يعني استخدمت 4 معالق من الملح و4 معالق من حبه البركه و4 معالق من العصفر. تمام، عملتهم على مرتين. هنا بقى حطيت الليمون في المصفى عشان اتخلص بس من اي ميه زياده فيه. وابدا بقى ان انا هحشي زي ما انتم شايفين كده معايا. الليمون بتلاقيه بيفتح معاكي كده لما بتسيبيه في الميه السخنه على النار، بيبدا يفتح معاكي من الجنب كده. فتبداي انت تفتحيه كده بالمعلقه وتحطي بقى يعني شويه كده حوالي ربع معلقه من الخلطه اللي احنا عاملينها، اللي هي الملح مع حبة البركة مع العصفر. لو حابة تحطي شطة زي ما قلتلك ممكن نحط نص معلقة من الشطة. تمام، هبدأ بقى هنا هحشي الليمون زي ما انتم شايفين كده لحد لما اخلص الكمية كلها. انا عملت معايا هنا برطمان كبير وبرطمان متوسط. تمام، يعني الكمية كانت ما شاء الله حلوة قوي. والليمون من اسرع المخللات، يعني ممكن نخلله في مسافة يومين 3 بتاكلي منه. يعني اول ما بنخلله كده بعد يومين او 3 بنفتح عليه وبناكل منه. طبعا لو حابة تكتري الحشو بتكتري، يعني ممكن نضاعف حبة البركة والعصفر. يعني لو حطيتي معلقتين ملح ممكن تحطي 3 معالق من يعني حطيت معلقتين حبة بركة ومعلقتين عصفر، ممكن تزودي عليهم معلقة كمان حبة بركة ومعلقة عصفر. تمام، لو انتي بتحبي العصفر حبة البركة زيادة فيه، بس هو ده المقدار المظبوط وبيطلع معاكي حلو قوي. بعد هنا ما خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين كده معايا، بجيب طبعا ميه مغليه. الميه دي انا غليها على النار وسبتها لما بردت تماما. بعد ما الميه تبرد معايا هحط بقى على كل لتر ميه معلقه من الملح. ليه هحط معلقه من الملح؟ لان انا هنا حاطه ملح في الحشو مع الليمون، فانا مش هحتاج ان انا هخلي الميه مالحه قوي. يعني كل لتر ميه، انا معايا هنا 2 لتر من الميه، حطيت عليهم معلقتين من الملح. وهحط عليهم اللي هو العصفر كده اللي اتبقى معايا وحبة البركة اللي نزل معايا من الليمون، فانا مش هرميه طبعا، هحطه معايا فين؟ في المية اللي انا غلياها دي. تمام، بعد ما هحط المية ومعايا هنا اهي المية اللي نزلت من الليمون برضو انا مش هرميها، هحطها برضو معايا في المية اللي انا مملحاها. هبدأ بقى هملى البرطمانات معايا وبتسيبيها. حابه تحطي من على الوش شويه زيت زيتون او زيت ذره مفيش مشكله، مش حابه تحطي انا ما حطيتش حاجه خالص لان الليمون مش بيحتاج حاجه. بيدي لمعه بس لليمون. تمام، مش حابه تحطي خلاص بيبقى خلاص على كده. والليمون مده تخليله بيبقى يومين او 3 زي ما اتفقنا، وبعد كده بتفتحي عليه وبألف هنا وشفا وبيبقى متخلل معاكي. تمام، كده خلاص بقى خلصت الكمية،
مليت البرطمانين اهو. هبدأ ان انا هقفل عليهم بقى وهسيبهم. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة لو لسه اول مرة تشوفي قناتي. واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.